السلام عليكم الخوت. جديد تنقلوا لكم الصوره والصوت. سمحوا لي تما كاين الدراري الصغار، كاين بزاف ديال الناس وديال العيالات اللي ما نقدروش نصوروا وجوههم، فلذلك اختارينا باش نجيو اقرب مكان ونوقفوا فيه باش نعطيكم تفاصيل كامله عن هذه الجريمه اللي وقعت في مسيره جوج في هذه اللحظه. يا ربي السلامه تمارا ديز عليها كوارث هاد الايام هذه وهاد من بدايه ديال هاد السنه، نتمناوها تكون بخير وعلى خير. المهم الخوت، نتواجد في مسيره جوج امام مدرسه اعداديه الخوارزمي. جريمه قتل بشعه، راحت الضحيه ديالها واحد السيده الام، ابن قتل ام ديالو وحاول انتحار بالرمي ديالو من فوق السطح، يعني ضرب مو قتلها ورمى راسو من فوق السطح. وتدخلوا بعض الشباب الحي والسلطه المحليه اللي كانت حاضره ونقلوا هذاك السيد اللي تلاح من السطح، نقلوه الى مستشفى مولاي لاله عيشه لتلقي العلاج. اجراءات امنيه مكثفه، ما بغيتش ندخل وسط الناس باش ما نصورش الوجوه، نبقاو بعيدين من هنا وحنا نصوروا الخوت. نقول لكم الصوره، يعني هادشي يؤدمي. نفس السيد قال لك انه كان مريض، كان يعالج من اضطرابات نفسيه، كانوا يعاني من امراض نفسيه. ما عرفناش الاسباب، واش انقطاع الادواء هو السبب خلف هذا الشيء، ولكن الخوت جريمه قتل بشعه في مدينه تميره وبالخصوص في مسيره جوج. راحت ضحيتها واحد السيده قتلها الولد ديالها وانتحر او حاول الانتحار. الخوت رمى راسو من دوزيام ايطاج، ولكن ما تصاب بالاصابات ونقلوه. كما تشوف الخوت، راه الشرطه لهي رجال القوات المساعده حاضره في الميدان، رجال الشرطه بجميع تشكيلاتها كذلك متواجده، جميع تشكيلات رجالات السلطه محاضره. ما بغيتش ندخل كما قلت لكم الاخوه للزنقه باش ما نصورش، ارتئيت انني نجي لهنا خاويه ونصور. انا لله وانا اليه راجعون. نتمنى هادشي مؤلم الخوت ما يحدث في مسيره جوج وفي مسيره متماره من مآسي بعد الحريق ديال الفتيات. جاء الدور على الصفعه ديال الشاب على الجبن ديال القائد، فيلي هذا المصاب ديال الشاب يقتل الام ديالو ويحاول الانتحار بعد رمى النفس ديال راسو على الطاج. يعني يعسوت اللسان عن الوصف هاد اللايفات. ما علينا الا شنقولوا نديروا تدابير امنيه. هضرنا على كثافه يعني الحملات الامنيه، هضرنا بزاف ديال الحاجات، ولكن نهضروا على الصحه، بان الانسان مريض خصو ياخذ العلاج ديالو في المستشفى. حنا تنكونوا فين؟ حنا كاينين، حنا في اعداديه الخوارزمي بالضبط الخوت. هاتي هي اعداديه الخوارزمي، هنا مكان الفاجعه. وهنا هذه باش نقل لكم الخوت الصوره، حيت ما كاينش اللي ما تيعرفش اعداديه الخوارزمي. علمت شباب، علمت الناس بزاف. فالهي فين كاين المشكل. الى ان نلتقي ان شاء الله. لايف كبير ما قتلها بالضحك، ولكن بلا ضحك. راه الام راه الفليده الكبد. كيف يعقل ان واحد يفقد السيطره ويعز السكين ولا اي وسيله ديال الاداه ويؤدي ويضرب مو ولا شي حاجه؟ فاي واحد تيضرب مو ولا تيضرب بار عرفوا الا بتقتيل الهلوسه ولا شي حاجه اللي خارجه السيطره عليه، ما تيخلي. فهمتي؟ الله يرحمنا ويرحم الجميع. مسيره جوج بالضبط حدا اعداديه الخوارزمي والنسمي ومسجد البخاري. الى ذلك الحين الخوت، لا تنسوا اننا نحبكم. ما تنبغيوش نقلوا هذه المآسي، ولكن للتوعيه الخوت. مدينه تماره حومه عمرها دابا بالدراري الصغار، كلشي جاي يشوف كلشي. خوت خصنا ملاعب القرب،
خصنا نتهلاو في هاد الناس، في هاد الناشئه، خصنا نحميوهم من اي حاجه تقدر تاثر عليهم في الحياه ديالهم، لا خصوصا المخدرات القويه. انا تنهضر اللي صعيبه بحال الكوكايين ولا بحال الكينات، راه مصيبه هذه. الى ان نلتقي الخوت في شي حاجه زوينه للمدينه، شي حاجه اللي تصلح المدينه، ما بغيناش نبقاو نشوفوا فيها الاجرام والمشاكل. الى ان نلتقي ان شاء الله في لايف جديد وفي موضوع جديد. لا تنسوا اننا نحبكم ولا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحم هذه السيده. المهم الخوت اللي عاد التحق بنا تنقول لكم بان هذه الجريمه هذه السبب ديالها ان السيد قتل امه وحاول الانتحار. حاول الانتحار، هذا هو. والان راه تيتواجد في المستشفى الاميره لاله عائشه بعدما تم بعض اصدقاء وابناء الحي تدخل ديال رجال الشرطه انهم دخلوا ومسكوا عليه. الله يرحم الجميع، الله يغفر لنا ولهم، وتحياتي اليكم ان شاء الله. هذا هو الخبر وهذا هو المحزة. تهلاو في وليداتكم. تنطالبوا المسؤولين في مدينه تماره باش يديروا الناس فين يلعبوا، فين يحيدوا هذا المرض اللي فيهم، يديروا لهم مساحات خضراء، يديروا لهم اسواق نموذجيه، يحاولوا يعطيو البنادم فرصه بانه ينتج، ما يكونش غير عالي على الوالدين ديالو ولا شي حاجه. الله يرحم لكم الوالدين. يديروا الناس اسواق نموذجيه والاستفاده، تنقولها ونعاودها لابناء مدينه تماره اللي خصهم دائما الافضل. الى ان نلتقي، الله يعاونكم، تهلاو ليا في راسكم، والسلام مبروكه، ودمتم في رعايه الله. سلام.